ليلى ما بقتش فاهمة منين زياد ابن أخو جوزها جاب الثقة دي. إزاي ظن فيها الظن ده؟ قامت بسرعة عملت له بلوك وأخدت سكرين شوت لكل المحادثة. كانت مرعوبة، خايفة يمسح حاجة وتتمسح من عندها. من اللحظة دي ليلى بقت في سجن في بيتها، البيت اللي كان أمانها بقى مصدر رعبها. الوسواس بقى هيموتها، يمكن ألاقيه فوق راسي في أي لحظة. يومها الصبح ما نامتش ولا لحظة، لازم تقول لأحمد، بس إزاي؟ أحمد اللي روحه فيه في أخوه، بيحب زياد حب أبوي، ده أول حفيد في العيلة. أحمد شخصيته غيورة وعصبي، لو عرف اللي حصل ممكن يروح يخلص على زياد وممكن العيلة كلها تتهد. ليلى حاسة إنها في فيلم هندي، موقف عمرها ما تخيلت إنها ممكن تتحط فيه. أحمد المفروض راجع البيت وعايزها ترجع بيتها، بس ليلى مرعوبة، مش قادرة ترجع، مش عارفة تتصرف، مش عارفة تقول إيه ولا تعمل إيه. يا ترى ليلى هتعمل إيه؟ وإزاي هتقدر تحمي نفسها وابنها؟ وإزاي ممكن تواجه الحقيقة المرة دي؟ الموقف ده ممكن يحصل لأي حد، وانتوا رأيكم إيه؟ لو مكان ليلى كنتوا هتعملوا إيه؟ شاركونا تجاربكم ونصايحكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة علشان تشوفوا قصصنا اللي بتهمكم أول بأول.